ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي احنا مفضلناش غير حلقة واحدة بس من ايدن، وبكده هنكون وصلنا للمؤلفة. محتاجين بقى ان احنا ننزل منوهات جديدة، بالذات ان في كتير منكم طلبوا كده. وما تقلقوش، المنوهات القديمة زي ما انتوا شايفين بدأنا ننزلها، بس هننزلها اخر كل اسبوع، يعني يا اما خميس او جمعة، وباقي الاسبوع هتبقى منوهات جديدة. الفيديو ده بقى مجهزة فيه 5 ترشيحات لمنوهات جميلة جدا عجباني، اختاروا منها اللي يعجبكم عشان نعملها. ولو عجبتكم كل المنهوات هنبدأ فيها بالترتيب اللي انتوا عايزينه. يلا بينا نشوف. يلا بينا بقى نبدأ أول منهو مع بعض. تخيلي لما تكوني هوايتك المفضلة هي قراية روايات رومانسية، ودي طبعا كلنا. مش أي روايات، لأ، الروايات اللي أبطالها الدوق الشمالي اللي شعره أسود وعيونه حمرا، وتكوني عايشة بسعادة بتخيلاتك وحلمك إن انت تتجوزي دوق شمالي. بس في يوم تتصدمي لما تلاقي نفسك متجوزة، ومش أي حد، لأ، العدو اللدود دايما للدوق الشمالي في القصص. ايوه بالظبط كده، الامبراطور اللي شعره اصفر وعيونه زرقاء ده، اللي هو مش ذوقك خالص. ومش كده وبس، لا، وطالب منك كمان ان انت توافقي على الطلاق، واحنا لحقنا نتجوز عشان نتطلق. اهو ده بقى بالظبط اللي حصل مع بطلة المانهوا دي، كلاريسيا، اللي حلمها انها تتجوز الدوق الشمالي. وكمان وصلت لتفكيرها هما هيقضوا شهر العسل فين، هي اساسا عمرها ما شافته. المهم، في يوم في وسط احلامها دي كلها جه ضيف من القصر الإمبراطوري، وراح قال لها إن حصل مشكلة صغيرة قوي من المعبد، اتسجلت هي والإمبراطور كزوجين. ولما الإمبراطور عرف بعته على طول بطلب للطلاق. إيه الإمبراطور اللي مش عارف حتى نفسه إن هو اتجوز ده؟ المشكلة إن في مشكلة أصغر من دي، إن وفقا لإجراءات الطلاق في القانون الإمبراطوري، الإمبراطورة لما بتطلق بتتنفي لمدة 10 سنين، علشان يعني نفوذها السياسي تقل، وبالتالي هي مع الأسف هتتنفي لجزيرة بعيدة وما ينفعش ترجع إلا لما يعدي 10 سنين. بس ما تخافش، الإمبراطور وعدها بمكافأة كبيرة جدا ليها. يعني في النهاية كده كل أحلامها والدوك الشمالي بتاعها اللي هتروح تقضي معاه شهر العسل كلها راحت في الوبا. اتعصبت كلاريسيا وطردت المبعوث، اللي هو بالمناسبة أخو الإمبراطور. ولما لقت باباها مستسلم للوضع، قررت إن هو خلاص هي لازم تهرب وتروح تقابل الإمبراطور بنفسها. بس هو إيه بقى اللي هيحصل لو قابلت في طريقها ده حلمها، الدوك الشمالي أبو شعر أسود وعيون حمرا؟ ومش كده وبس، اللي ما تعرفوش هي بقى كمان إن الدوك ده متخفي لأن هو عدو الإمبراطورية. وهتعمل إيه كلاريسيا لما تلاقي الإمبراطور اللي اتفاجئ هو كمان إن هو متجوز بيدور عليها؟ لأ، وكمان بيكتشف إنها بتستخدم فلوسه بحرية جدا تحت اسم إنها إمبراطورة، رغم إنها رافضة إنها تبقى إمبراطورة. هتعجبكم المانهوا دي جدا، دمها خفيف قوي قوي قوي. تصنيف المانهوا رومانسي كوميدي. يلا بينا بقى نشوف المانهوا التانية. المانهوا التانية بتحكي عن بنت عاشت طفولة سعيدة جدا مع عيلتها تحت ظل والدتها وحبها ليها، بس حياتها اتقلبت 180 درجة بعد موت والدتها، وتحولت من بنت دوق لمجرد طفلة محبوسة في برج بيتعمل عليها تجارب. يا ترى بنت زي دي لما يجيلها فرصة تانية إنها ترجع لعيلتها هتنتقم منهم؟ بريان، الطفلة الأصغر لدوقية إكسير، الأقوى في الإمبراطورية الشرقية، وفي نفس الوقت جاسوسة الإمبراطورية المقدسة، عدوة اللدود للإمبراطورية الشرقية. إيه ده؟ هو إزاي ده حصل؟ نعرف هنا بقى إزاي ده حصل. من يجي 26 سنة كده، بريان اتولدت في أحسن عيلة في الإمبراطورية، عيلة معروفة بالرابطة القوية بين الدوق والدوقة وحبهم الشديد أوي لبعض. الاتنين كان عندهم بالفعل ولدين، وسعادتهم زادت لما جت الطفلة التالتة، بالذات إنها جت بنت. بس ده كانت بداية المشاكل. لما اتولدت الطفلة كان شعرها لا أزرق زي الأب ولا أصفر زي الأم، شعرها جه بني، وده طبعا كان دليل كافي جدا إن الدوقة ارتكبت خيانة. ورغم تهمس كل النبلاء بده، إلا إن الدوق رفض تماما إن هو يصدق ده، وقال إنها بنته. وعاشت الطفلة وسط محبة أمها الشديدة ليها وحب عيلتها الكبير قوي ليها، على الرغم من إن مهما عدى وقت الطفلة مش بتعرف إنها تستخدم قوة عيلة إكسير. بس الدوق مهتمش بده خالص. بس في يوم كل ده اتغير بعد اغتيال دوقة إكسير في حادثة عربية كانت فيها هي وبريان بس مع بعض، وما تبقاش من الحادثة دي غير بريان بس هي اللي نجت.
اتضايق الأب إن الأم ماتت وهي بتحمل طفلة، بس فضل في حزنه وما قربش لبريان لحد اليوم اللي اكتشفت فيه بريان قوتها، اللي كانت مختلفة تماما عن قوة عيلة إكسير. قدرتها إنها تستخدم السحر، وده كان عكس قوة إكسير تماما، إن ما بيقدروش أساسا يستخدموا السحر. ساعتها اتعصب الأب جدا وتخلى عنها لواحد تاني ادعى ساعتها إن هو باباها الحقيقي، وخدها الأب المزيف ده وحبسها في برج مع أطفال تانيين، وعمل عليهم تجارب كتيرة جدا لحد ما أنقذتها ملكة المملكة المقدسة. ومن بعدها عاشت بريان مع الملكة وبقت أشهر وأقوى جاسوسة. وفي يوم جات لها مهمة جديدة، المهمة إنها تروح للإمبراطورية الشرقية، ومش بس كده لأ، تتجسس على عيلة إكسير عيلتها. ومش بس كده كمان لأ، وكمان تفضح الأميرة المزيفة اللي جات وقالت إنها الأميرة بريان الحقيقية. يا ترى بقى بريان الحقيقية هتعمل إيه؟ ده مش سؤال، أكيد هي هتولع فيهم، بالذات يعني لما تلاقي تعلق باباها وإخواتها بالابن المزيفة وندمهم على اللي هم عملوه فيها وهي صغيرة. تصنيف المانهوا دراما رومانسي. يلا بقى نشوف المانهوا التالتة معانا. الهومو، بشر اتولدوا بقدرات فريدة جدا استخدمتهم العيلة الإمبراطورية لمصلحتهم، بس في نفس الوقت كانت قوتهم مصدر خطر كبير قوي على سلطتهم، فقرروا إن هم يستخدموا الكيمياء ويغسلوا عقولهم، أهو منه يزودوا قوة الهومو وفي نفس الوقت يكونوا زي العبود تحت سيطرتهم. واستمر الوضع ده واستمر قوة الهومو وظلم العيلة المالكة لحد ما جت أميرة كرهت الظلم ده جدا وحاربت علشانهم. بس طبعا ده ما جابش لا الإمبراطور ولا بقية الأمراء، فقرروا إن هم يعزلوها، بالذات بعد زيادة إعجاب الهومو بيها. بس كان من ضمن الهومو دول واحد كان مختلف جدا، واحد ما سيطرتش عليه الكيمياء اللي غسلت عقول باقي الهومو، يعني من النهاية كده حر قراره. وده كان ميكايل اللي حب الأميرة دي من ساعة ما شافها أول مرة، وكان نفسه إن هي تختاره قوي يبقى الحارس بتاعها، ورغم إن ده ما تحققش إلا إن هو فضل يحبها من بعيد لحد ما جه اليوم وقررت ولية العهد إنها تخلص من الأميرة اللي عاملة لهم المشاكل دي وتجوزها بقى وتخلص منها. وساعتها ما بقاش ينفع ميكايل يفضل يحبها من بعيد، قرر إن هو يعمل ثورة ويجمع كل الهومو تحت سيطرته، وفعلا عمل كده وقتل كل أفراد العيلة المالكة ما عدا طبعا البطلة، وكان في معاها أميرة تانية كده كان هو متعين الحارس ليها. وبعد ما ميكايل يا عيني افتكر إن هو خلاص هيقدر بقى إن هو يبقى معاها، قررت البطلة اللي أنا مش فاهمة هيبطلوا إمتى بقى مرض الغباء ده، قررت إنها تاخد سم وتقتل نفسها. قال إيه؟ خايفة إن هو يعدمها. أمال هو سابك ليه من الأول عايشة؟ طبعا التاني كان هيتجلط، بس قال ما بدل ما اتجلط ما اتجنن أحسن، هستخدم الكيمياء اللي سيطروا عليا بيها دي وارجع الزمن، بالطريقة دي هي هترجع بذكرياتها. أي نعم أنا مش هرجع بذكرياتي وهي ممكن تقتلني عشان تخلص مني، بس برضو مش مشكلة، إنها الحب حرفيا. المهم فعلا رجعت بالزمن، بس المرة دي قررت إنها تبقى مختلفة، قررت الأميرة إنها تبقى هي الإمبراطور وتحرر كل الهومو. والحزن الحظ إنها ما كانتش غبية قوي يعني، وقررت إنها تخلي ميكايل الحارس بتاعها وتخليه كمان إن هو يحبها. ما هو كان بيحبك من الأول أساسا، إيه لازمة الفرهدة دي؟ ومن هنا بقى هتبدأ رومانسيتهم الجميلة جدا وتبدأ البطلة تبقى أقوى. تصنيف المانهوا رومانسي. المانهوا دي يا جماعة حرفيا جت عليها فترة طويلة جدا كانت هي المفضلة عندي. ندخل بقى في المانهوا الروعة معانا. الحبس والهوس جريمة ده أكيد، بس إيه اللي هيحصل لو اتحبست في قصر وأوضتك فيها أفخم سرير ورواياتك اللي انت بتحبها محبوس معاها؟ المؤلفين اللي انت بتحب رواياتهم بيكتبولك روايات حصري ليك انت بس، وبتاكل أشهى الأكلات الحصرية في العيلة المالكة، والفلوس بتدفعلك بمجرد ما انت تتنفس. حرفيا دي حياة العاطلين عن العمل اللي الكل بيحلم بيها، وأنا أولكم. وده بالظبط اللي حصل مع البطلة المبسوطة ده كله. بس فوقت البطلة نفسها وقالت نفسها لأ، أنا لازم أرجع لعقلي بسرعة ولازم أبعد عن المغريات دي، أنا لو مرجعتش لعقلي أنا هتاكل، بالذات إن الشخص اللي حابسها ده هو الأمير المعروف بجنونه. بصت البطلة الأمير الراكع قدامها وراحت قالت له سموك، أنا عايزة أقولك حاجة مهمة. رد عليها الأمير اللي وشه أحمر وهو مكسوف، راح قال لها نعم يا حبيبتي. أشعرت البطلة وقالت له بطلت تناديني بالألقاب الواجحة زي دي، أنا حاسة إن أنا هتقيأ.
قام البطل من على الأرض وكملت البطلة: كفاية لعبة بقى لحد كده، في حاجات كتير احنا لازم نتكلم عنها. بصلها البطل اللي عارف يضحك عليها ازاي وراح قال لها: على فكرة، أنا سمعت إن الكتاب اللي انتي بتحبيه هيصدر منه جزء جديد النهاردة، هجيبهولك في العشاء. لمعت في اللحظة دي عيون البطلة العبيطة المهووسة بالروايات اللي هي زينا طبعا، راحت ردت عليه: معقولة نزل الجزء الجديد؟ بعد كده لاحظت البطلة إنها وقعت في فخه، راحت فوقت نفسها وراحت بصت له بحدة. طبعا بطلتنا القوية مش بتيجي بسهولة أمال. وراحت قالت له: ها، اللعنة اللي انت حابسني عشانها هنا هتتفكي امتى؟ قرب منها الأمير وراح قال لها: لسه شوية، بس احنا محتاجين نبين ان احنا بنحب بعضنا شوية اكتر من كده، علشان الشكوك حوالينا زادت جدا. وراح قرب منها قوي وراح قبل خدها وكمل: زي كده. وساعتها شعره اتحول للون اسود ووشه احمر، وكمل: ده بقى هيبقى صعب. ساعتها احمر وش البطلة جدا، اللي كانت لسه من شوية صغيرين قوية يعني وكده. وفكرت البطلة وهي بتعيط جواها: أنا عارفة إن هو مجنون، بس الشخص اللي المفروض يبقى هنا صدقني مش أنا. وهنا بقى تبدأ قصتنا في الورطة اللي ورطت فيها البطلة نفسها بذكائها الفذ. تصنيف المانهوا رومانسي كوميدي. المانهوا دي جميلة جدا. آخر مانهوا معانا بقى النهاردة هي المانهوا رقم 5. هي مانهوا كيوت جدا. يلا بينا بقى نشوف هي ايه. ليريس هي طفلة كيوت، أو بمعنى أصح سوبر كيوت. ليريس عندها 7 سنين، بس هي مش أي طفلة، دي طفلة كيوت جدا، عندها ذكريات حياتها السابقة، عايشة مع باباها الطيب الغلبان اللي هو كيوت برضو. عايشين مع بعض هما الاتنين في قرية فقيرة، ومع ذلك ليريس كانت مبسوطة جدا. وده لأن الواقع اللي هي عايشة فيه دلوقتي ده رواية بتحكي إن العالم ده مقسم البشر لنوعين: يا إما أنت شخص موهوب تقدر إنك تستخدم السحر، يا إما أنت مش موهوب. وطبعا المعاملة هنا بتختلف تماما. الموهوبين بياخدوا على طول لقب نبيل وبيكونوا أغنياء جدا، بس مع ذلك بيدخلوا حرب كتير جدا، وحياتهم متبقاش ملكهم، بتبقى ملك العيلة المالكة. أما بقى اللي مش موهوبين ملهمش دور في الحياة أساسا، مجرد كائنات داعمة في الرواية، وده من وجهة نظرها هي دي حياتها هي وباباها، أو بمعنى أصح ده اللي هي فاكراه. وفضلت البطلة مبسوطة جدا بحياتها لحد ما في يوم جه جنود القرية اللي كانت عايشة فيها هي وباباها، وأول ما بصولها ومرروا عليها الجهاز اللي بيكشف المواهب لقوها موهوبة جدا. صدمت ليريس وافتكرت الجهاز متعطل، واللي أكدت شكوكها دي إن الجنود سألوها: هو فين باباكي؟ هو فين إينوك روبن؟ وهنا نعرف إن إينوك روبن هنا بقى هو قائد أقوى جيش في المملكة، ومش كده وبس، هو أقوى إنسان على وجه الأرض. افتكرت ليريس إينوك وهو شاف في الرواية فقد بنته، وبعد ما فقد بنته قرر إن هو يتمرد على الإمبراطورية كلها. مفهمتش ليريس هو إيه اللي جاب سيرة البطل ده هنا، وراحت اتكلمت مع قائد الجنود وقالت له إنها فاهماه كويس قوي، هو ممكن يكون اتلخبط لأنه إنك شعره فضي وعينيه زرقا زيها، بس لا هو أكيد متلخبط، هي شبه مامتها وباباها اسمه جيمس. بصلها قائد الحراس وقال لها: إنك رباكي بذكاء قوي. وليريس بتتكلم مع القائد وبتحاول إنها تقنعه، لقيت باباها جاي وهو متعصب وماسك في إيده عصاية طويلة. اترعبت ليريس وفكرت هو اتجنن ولا إيه، هو مش عارف هما مين دول. جريت ليريس عشان تتوصل القائد إن باباها مش قصده، هو بس خايف عليها. وفضلت ليريس بتعيط وهي بتحاول تقنع القائد، وطبعا ما كانش ينفع باباها يشوفها كده ويسكت. فجأة لقيت باباها حواليه طاقة كبيرة جدا، وشعره وعينه اتغيروا وبقوا شبهها بالظبط. اتفزعت ليريس لدرجة إنها حضرت القائد وفكرت: إيه ده؟ هو مين ده؟ ومن هنا بقى عرفت ليريس إنها طول حياتها كانت مغفلة. المانوها دي كيوت جدا جدا جدا، والمانوها دي مخصوص لكل المحبين علاقة الأب والابنة. تصنيف المانوها دي رومانسي شوجو. وكده احنا خلصنا المانوهات ال5. يلا بقى اكتبولي في التعليقات انهي مانوها انتوا عايزين نبدأ بيها، رغم ان في مانوها انا عايزة أبدأ بيها قوي، بس هسيب لكم انتوا الاختيار، وهبقى اكتب لكم برضه في التعليقات ايه المانوها اللي انا عايزة أبدأ بيها. استنوني في الفيديو الجاي، مش هتأخر عليكم. باي.